السلام عليكم، شلونكم؟ اول شيء تقبل الله طاعتكم. شيء ثاني نفس ما قلت لكم اليوم بسوي اكلات بحريه لان عندي غبقه في بيت اختي. فاول طبق لنا ناشف الخثاق. على السريع بقول لكم المقادير والتفصيل بعدين في الانستغرام. اول شيء بحتاج اولو مقطعته قطع صغار. بحتاج الى خثاق، هذه الخثاق مقصص وبارز. بحتاج الى معجون طماط، معجون الصبار. دائما اذا بسوي اي شيء شعبي استخدم الدهن الخالدي، اذا ما عندكم حطوا الدهن العادي. البهارات ملح، فلفل احمر، فلفل اسود وكركم وبزار. طماط وبصل وفلفل اخضر حار اختياري. عندي معجون الثوم والينزبيل، وهذه الورقيات المثلجة عندي كزبرة وشبت وبقدونس. حطيت في الصفرية الطماط مع البصل مع الفلفل الاخضر حار ومعجون الثوم والينزبيل وشوي من الدهن الخالدي والماء. حطيت الملح والبزار، فلفل احمر، فلفل اسود والكركم. بس بحرك كل هالاشياء مع بعض وبغطيه وبخلي ليه ما يذوب البصل مع بعض، لانه اسوي صالونه او اي ناشف ما احب احمس البصل. هذه طريقتي. وبعدين لين طحنت الصلصه هني احمس. شوفوا كل الشغلات تقريبا دايبه عندي. الحين بذي الخلاطه بطحن كل هالشغلات. هذه عقب ما طحنت الصلصة الحين بغطي الصفرية وبخلي الصلصة تطبخ لين ما ينشف الماي اللي فيها. وشوفوا الصلصة شلون نشف الماي اللي فيها. الحين بنزل الخثاق. الحين بحط الأولو، البطاطس، وهذه الورقيات، وهذه الصبار او التمر الهندي مع معجون الطماط. الحين بصب عليه ماي حار بس شوي، ما بكثر لان انا ابي ناشف. وبغطيه وبخليه يطبخ لين ما بس بضوقه شوي. للعلم انا ترى ما احب الاكلات البحريه بس لازم اذوق. وهذه خثاق او ناشف الخثاق جاهز، بس بحطه الحين في الحراره. وهذه طبق ناشف الخثاق جاهز. جربوا الطريقه وان شاء الله يعجبكم.